اهلا اهلا. النهارده هنعمل مع بعض احلى قطايف بجد، قرمشه من بره وطعم يجنن من جوه، بعجينه مميزه جدا جدا. هنعملها بطريقه سهله وسريعه، وهتشوفي العجينه قد ايه هي طريه وخفيفه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشرفوني انا اسمي نهى، ما تنسوش تشتركوا بالقناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنضيف 3 كوبايات من المية الدافية، عليهم 2.5 من الطحين ونص كوباية من السميد، معلقتين كبار من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، كمان معلقة صغيرة بس مليانة من البيكنج باودر. هنخلط المكونات كلها كده مع بعض بالخلاط، وممكن تعمليه بمضرب السلك عادي جدا يدويا. هنصفي الخليط في مصفى سلك تكون خرامها ضيقة شوية. هيتبقى معاكي شوية رواسب كده مطرح السميد، عادي جدا بتشيليها خالص. وبنشوف سمك العجين عندنا، هنا السمك تقيل شوية، فانا هزود نص كوباية من المية الدافية، نص كوباية بس. يبقى احنا استخدمنا في السوائل 3 كوبايات ونص من المية الدافية، وده بيكون قوام العجينة زي ما انتوا شايفين، قوام سائل بس بيسيب أثر على المعلقة بالطريقة دي. بغطي العجينة بتاعتنا وبسيبها لمدة 5 دقايق مش أكتر يا جماعة، احنا مش عايزينها تختمر، فاحنا بنسيبها 5 دقايق بس تريح معانا، وبعد كده نشتغل فيها على طول. مهم جدا واحنا شغالين في العجينة ان احنا نقلبها كويس جدا من تحت بالشكل ده، وكمان نرفع العجينة بالطريقة دي ضروري جدا علشان العجينة تطلع مظبوطة معاكي من اول واحدة لاخر واحدة. باخد كمية مناسبة، الكمية اللي انت عايزاها، سواء قرص القطايف عايزاه يكون كبير او صغير براحتك جدا، وابدأ احطه في طاسة تكون تيفال او بما يعادل التيفال، يعني حاجة ما تكونش قابلة للالتصاق، وبحط على نار هادية جدا. الطاسة بتكون سخنة لكن النار هادية جدا. اول واحدة طبعا بالطبيعي في اي حتة هتلاقيها بتخرب معاكي، مش بتخرب يعني باظت خالص، لا، مش بتاخد نفس درجة الحرارة المطلوبة في التسوية، ودي بيكون اول واحدة دايما بتكون الاختبار لدرجة حرارة الطاسة عندنا. شايفين الفقاقيع عندي مظبوطة لكن الظهر عندي مش مظبوط. بخلي بقى النار بتاعتنا شمعة، يعني كده معناها ان النار هادية ايوه، بس مش الدرجة المطلوبة، فانا بخليها شمعة خالص، وببدأ اضيف التانية نفس الطريقة. شايفين التسوية بتبقى من بره الاول وتدخل على جوه بالطريقة دي. الفقاقيع عندنا بتكون مظبوطة وحجمها تقريبا واحد، ومش بتكون فيها فراغ من تحت، يعني الفقاقيع بتبقى جوه العجين نفسه لكن من تحت بتبقى مقفولة زي ما انتوا شايفين. هي دي النتيجة المطلوبة. الحواف كمان او الاطراف بتكون زي ما انتوا شايفين لونها ابيض، كده النتيجة مظبوطة 100%. ضروري نكون مجهزين فوطة مطبخ تكون نظيفة، بنحط عليها القطايف بالطريقة دي أول ما بتطلع وبنغطيها. سيبك من اللي بيقولك القطايف بعد كده هتتعجن، لا مش هتعجن ولا يحصل لها حاجة، بالعكس هتطرى وتبقى زي الفل. فضلت النهاردة ان الحشوة تكون حشوة تقليدية، بحط شوية مكسرات على جوز هند، سواء بقى سوداني، لوز، فستق، اللي انتي عايزاه، وهحط كمان شوية قرفة، معلقتين سكر، ومعلقة من السمنة البلدي، ومعلقة من مية الورد او مية الزهر، ونقلب المكونات مع بعض بتبقى النتيجة خطيرة جدا. ادي القطايف بتاعتنا بعد ما بردت وهديت خالص، شايفين قد ايه هي خفيفة وطرية، ولا عجنت ولا حصل لها اي حاجة. دي نتيجة طبعا ان انتي بتطلعيها وتغطيها على طول. ونيجي بقى لطريقة الحشو. اول ما اتعلمت طريقة حشو القطايف من وانا صغيرة، كانت لازم اعمل الحركة دي، اقفل كده نصها او ربعها، وبعدين احط الحشوة بتاعتنا واكمل القفل بتاعها. ومش هتصدقوا مين اللي علمني الطريقة دي، والدي الله يرحمه، الف رحمة ونور عليه ويرحم جميع امواتنا يا رب.
بجد هو اللي علمني الطريقة دي. بابا كان دايما في رمضان هو المتعهد بتاع الطبق الحلو اللي في السفرة، بس طبعا مش كل يوم، على حسب المزاج. فكان يعمل لنا مرة قطايف، مرة كنافة، وكانت دي طريقته. كنا نتلم كلنا حواليه ونبدأ نساعد، اللي بيساعد في قفل القطايف، واللي بيساعد في تفكيك القطايف من بعض، واللي بيعمل الحشوة اللي احنا عايزينه. ودي كانت أولى ذكرياتي مع القطايف. يا ترى انتوا ذكرياتكم كانت ايه؟ والنوادر بتاعتكم في الحلويات ولا في الأكلات العادية؟ يا ريت تكتبولي في الكومنتات تحت عن نوادركم وذكرياتكم في شهر رمضان الكريم. بعد ما خلصنا كده حشوة القطايف زي ما انتوا شايفين، كانت جميلة جدا وسهلة زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة طبعا ان احنا نغطي القطايف طول ما احنا شغالين. بعد ما خلصت كل الكمية برصصها بالشكل ده وبحطها في الفريزر، ودي كانت النتيجة من تاني يوم. كده اقدر ان انا اشيلها في وجبات على الفريزر. انا عملت كيسين كده محترمين، لزوم بقى الضيافة، لزوم عزومة، اي حاجة زي كده، وبشيلهم في الفريزر على طول. هي عملت كمية معايا لا بأس بها. ويلا بينا بقى على طريقة التسوية. زيت غميق او عميق وهنبدأ نسخنه. درجة حرارة الزيت وسط والنار كمان وسط. وهبدأ اضيف القطايف بالشكل ده. واهم حاجة ان احنا ايدينا ما تسيبهاش، يعني بالتقليب المستمر عشان تاخد درجة لون موحدة، ما تتحمرش من حتة وحتة، لا. بالطريقة دي هتاخدي نتيجة مظبوطة 100%. لون حلو جدا وقرمشة خطيرة. وبعد ما اخدت اللون الحلو ده نطلعها على طول على مصفى. اوعي تطلعيها على مناديل لانها كده هتطرى معاكي. اطلعيها على مصفى على طول عشان تفضل كريسبي ومقرمشة. وما حبيتش اطول عليكم، طبعا بتنسقيها بالشيرة او الشربات، وده عملناه كتير قبل كده في القناة. ده في حالة طبعا ما هتقدميها على طول، لكن لو هتقعد معاكي شوية ياريت تسقيها وتحطيها في مصفى تنزل كل الشربات الزيادة بتاعها. وطبعا زي ما سمعتوا التجربة خير دليل. سمعتوا صوت القرمشة قد ايه وقد ايه هي كريسبي من بره وما بتطراش خالص معاكي. طبعا ممكن نقدمها سادة، ممكن نرش عليها شوية من جوز الهند او المكسرات، دي حاجة ترجع لك وترجع لذوقك. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. لو حبيتوا الفيديو سووا لايك وشير واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله.